الرحمن الرحيم. أهلا بيكم في قناة مطبخنا المصري. والنهاردة إن شاء الله هنعمل محشي كرنب، وهنعمل محشي مشكل فلفل وبدنجان وكوسة، وإن شاء الله هنعمله بطريقة سهلة وجميلة قوي هتعجبكم إن شاء الله. دلوقتي هبدأ بقى أجهز أسلق الكرنب وأقور البدنجان والفلفل والحاجات دي، هجهز عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، ونرجع نشوف هنعمل ايه كمان ان شاء الله. ودلوقتي هنعمل الخلطة بتاعت المحشي. انا هنا حاطه الحله وحاطه فيها حبه زيت، وهحط معلقه سمنه بلدي اهي، وهنزل البصل اهو زي ما احنا شايفين. زي ما احنا عارفين المحشي بيحب البصل كتير، بزود البصل حبه عشان بيحليه بيديله طعم ايه، يعني بيبقى مميز فيه كده. انا جهزت الخضار كله، او الكرنب كمان سلقته وجهزته وقطعته يعني. بس كده هو يوم المحشي ده بيبقى يوم صراحه، انا ما بخليش البصل ياخد لون، يعني بخليه يدوب يستوي كده انما ما ياخدش لون. بس وهنزل الفلفل، ده فلفل الوان وفلفل حامي طبعا حسب الرغبه الفلفل، اللي عاوز يضيف حامي براحته، مش عاوز عادي الفلفل العادي ده الرومي او الالوان بس. بس كده. وادي البهارات اهو، فلفل اسمر، بهارات مشكل، كمون، بابريكا او شطه، وكزبره ناشفه، وملح، ورشه جوز الطيب. وهضيف كمان واحده ماجي مرق الدجاج تنفع مع البصل اهو. ودلوقتي البصل دبل زي ما احنا شايفين اهو، انا مش عايزاه ياخد لون، بس احس ان هو استوى ومبقاش بصل ني. بس كده هضيف البهارات اهي زي ما قلنا عليها كلها، ودي معلقه ملح. بس كده انا عامله الطماطم ومجهزاها، والطماطم اهي انا غلياها وضرباها في الخلاط اهي. بس كده انا طالما غلياها ما بسبكهاش جامد، وبعدين مش لازم نخلي الإيدان يطلع على وش الصلصة او التسبيكة، كده بنقضي على طعم الطماطم خالص. فلازم نخليها ايه يعني سنه كده، مسبكهاش قوي. ونظبط الملح بتاعنا، طبعا احنا عارفين كل كيلو رز عليه معلقه ملح كبيره. نظبط بقى وبنعمل حساب الصلصه وكده. دي معلقه صلصه، المفروض اقلبها مع البصل الاول بس انا نسيت، يلا مش مشكله اهي. معلقتين صلصه كده حلوين. بس كده هي غلوه واحده، وهننزل الخضره عشان زي ما قلت لكم انا غاليه الطماطم، نديها يعني كام غلوه كده وضربها في الخلاط. ودلوقتي هنزل الخضره اهي، ده شبت وكزبره وبقدونس زي ما احنا عارفين. برضو بنزود الخضره عشان بتحلي المحشي، وفرصه ان احنا ناكلها لاولادنا زي ما قلت، لانهم ما بياكلوش الخضره دي في اي حاجه خالص اهي. بس كده
تقريبا وما خليناش تغلي على النار. ودي حبة نعناع. النعناع بقى بيديله طعم مميز جميل. وادي الرز انا بغسله، يعني اول ما اجي انزله على طول مش بغسله وبركنه عشان ما يتفتفتش منك ويتكسر، فبنغسله فور ما ايه بنستعمله كده اهو. بس كده نقلب بقى ريحة الخضرة في منتهى الجمال والله. الخضرة مع النعناع كده بتديكي ريحة جميلة أوي للعيش. بس كده وهنبدأ بقى ايه نشوف الحاجة بتاعتنا نجهزها ونبدأ نحشي فيها. ودلوقتي هنبدأ نحشي. هجيب حلة وبحط في قلبها كده ورق الكرنب اللي هو الأخضر اللي أنا مش عايزاه اهو، وبرده العصيان بتاعته دي، وبرده العروق بتاعته دي كده اهو، عشان الحلة قلبها ما يشدش اهي كده. وهنبدأ نحشي بقى ونرص فيها بس كده. وادي الخضار بتاعنا، ده الفلفل والبدنجان والكوسة والكرنب برده ظبطته اهو. هجيب بقى ايه جزء من الخلطة، بناخد حبة من الخلطة كده اهو، بنبدأ نحشي بس كده. وهنبدأ نحشي بقى عشان الخلطة سخنة فمش عارفة احشي بايدي اهي. ما بنملاش البدنجانة قوي اهي، بخلي نصها كده. انا بعمل للبدنجان ميه وانا بقوره، بعمل ميه بملح وخل وليمون واقطع البدنجانه واحطها فيها، وبعد كده بقورها وبرده بحطها ايه في نفس الميه. هي برده بتبقى ميه فيها خل وليمون وملح وكده عشان يعني ايه ما يسودش معانا. زي ما احنا شايفين البدنجان مازال ابيض، يعني مش مسود الى حد ما برضه، بس يعني احسن نقوره وهو ناشف كده من غير ميه من غير حاجه، بيسود معايا خالص كده. هحشي معاه الفلفل برضو اهو اوراه. ادي الفلفل برضو ما بنملاش للاخر اهو، لازم نخليه كده عشان الرز لما يستوي ما يقلبش بره بس كده. وادي الكوسه كمان مقوراها وعاملاها بالمقوار يعني الحته دي كده يا دوبك بنمشي عليها بس كده خفيف، بنجرحها كده بتدي المنظر الجميل ده. بس الكوسه بقى لازم احشيها كده عشان المعلقه مش هتنفع فيها زي البدنجان. وادي المحشي اهو، برضو بناخد الورقه كده بس انا ايه مش بعرف الفه على ايدي كده اهو، بطيئه خالص خالص يعني مش هخلص النهارده اهي. بس كده. وبكون عامله الحله برضو بورق الكرنب، عصيان الكرنب دي العروق بتاعته، وبرص فيها. انا بلف المحشي كده اهو، احط له حته كده على الطبق كده والفها كده
هي دي الطريقة اللي انا بلف بيها، مش بعرف الف على ايدي خالص. بس كده هكملهم حشو كلهم ونرجع نشوف هنعمل ايه كمان ان شاء الله. ودلوقتي انا حشيت الفلفل والكوسة، وهنا برضو فلفل وبدنجان. بجيب الطبق بقى واي شوربة عندك، بنقلب بس ما بنكترش اهو كده، بنقلب الطبق عشان يوزعها عليهم. ما بنكترش ميه لان الخضار بينزل ميه غير المحشي، يعني المحشي يقبل معاكي ميه الا الخضار ده بينزل ميه. بس كده، وهنحطهم بقى على النار ونكمل الكرنب كمان. وادي محشي الكرنب برضو هحط عليه الطبق، بس بقى ايه مش هشيله، هيفضل عليه وبنفضي الشوربه عليه. بس كده، وهنوديه على النار ونشوفهم بعد ما يستوي ان شاء الله. وادي المحشي استوى زي ما احنا شايفين. ادي الكرنب اهو، بسم الله ما شاء الله، والبدنجان والفلفل زي ما احنا شايفين. هنغرف ونشوفهم في الشكل النهائي ان شاء الله. وادي المحشي بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وبكده نكون انتهينا من عمل المحشي المشكل. عملنا البدنجان والفلفل والكوسه والكرنب. جربوه بالطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.